لو ما شفتش الجزء الاول هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن، يا ريت تروح تشوفه وترجع لنا تاني. عرفنا مع بعض في الجزء اللي فات من داروينز جيم حكاية اللعبة اللي لو مت فيها هتموت في الحقيقة وهتنتهي من الوجود، وتعرفنا على كانامي والشوكا وعرفنا قواتهم. ودلوقتي وصلنا لنقطة ان رين المحللة وكانامي بيهربوا من الفلورست وبيحاولوا يستخبوا عشان النباتات ما تحولهمش لزومبي. الفلورست بيبتسم وبيبعت الزومبي للأوضة بس ملقاش حد. عارف ان رين قريبة من المخرج وبتحاول تفجر النباتات اللي موجودة على السلم، ودي كانت خطة رين وكانامي عشان يشتروا حاجات من المحل ويقسموا الزومبي. وهما بيجروا الفلورست تلاحظ ان رين ما بتتصابش بالرصاص اللي بيترمي عليها لانها كانت بتستخدم السجل الخاص بيها لابلوس عشان تتفادى الرصاص بسهولة. الفلورست اتضايق اكتر وفكر ان البنت دي مزعجة فشخ، ودلوقتي هو بقى قلقان من الولد اكتر عشان البنت لوحدها وكانامي مختفي. عشان فجأة انفجار بيحصل وده صدم الفلورست. عرف ان كانامي في الدور الارضي عشان يتجنب النباتات اللي جوه المبنى. كانامي نزل بالحبل من البرج وخلق قنبلة تانية بس كان مرهق من كتر استخدام السيجل بتاعه. في اللحظة دي الفلورست ظهر وكشف عن وشه وطلب يتكلموا قبل ما يبدأوا المعركة. الفلورست اللي كان جاهز يقاتل كانامي تحول لمخلوق نباتي قوي. كانامي جرب كل حاجة في ايده عشان يهزم الفلورست واستخدم القنابل بتاعته بس مفيش فايدة. الجذور كانت قوية قوي وضرب عليه بالرشاش بس الفلورست كسر الرشاش كمان. كان مستخدم السيجل بتاعه عشان يخلق مسدس تاني بس دلوقتي كان مرهق اكتر، فرماه بقنبلة بس القنبلة ما عملتش حاجة، وده كان اللي كانامي عايزه. قرب منه واعماه بقنبلة صوتية. كانامي جري وحاول يهرب بس الفلورست كان قوي والمعركة بينهم وصلت كنيسة الفندق. كانامي كان مرهق فشخ بس صوته الداخلي كلمه تاني وفجأة لقى نفسه فرشة حداد. الرؤية دي خلته يدرك انه محتاج قوة اختراق اكبر ضد الفلور، فعلى طول غير ضغط ماسورة المسدس بتاعته عشان يضرب ضربة اخر. الطريقة دي كانت فعالة جدا والفلورست اعترف بهزيمته. لما رين وصلت عندهم شرحت ان في خطر كبير جاي عشان دي كانت بس الجولة الاولى ودلوقتي الجولة التانية هتبدأ، بس هم خلاص مرهقين. الكلان الثامن وزعيمهم المتعطش للدم وانج على وشك اقتحام الفندق عشان يلموا ال 24 خاتم اللي هناك. عشان كده قرروا يعملوا كلان مؤقت مع الفلورست اللي اسمه هيراجي اكيرو عشان يقاتلوا الكلان الثامن بما انهم مرهقين ومش عايزين يخسروا. شوكا راحت الفندق تدور على كانامي وقتلت كام قناص في الطريق. كانامي حلم بهمادا وكيودا وفكر ازاي ماتوا بس الاتنين قالوته انه يقدر يعمل اللي هم ما قدروش يعملوه. بعد كده كانامي صح واخد رين عشان يقابلوا الباقي. دلوقتي لما سيطرت الفلورست العقلية اتشالت الخصم القديم بتاع كانامي اللي معاه الرشاش رجع لوعيه. الراجل ده اللي اسمه ريوجي ماساكا ما كانش عايز يتعامل معاهم عشان كان متضايق من الراجل العجوز اللي سيطر عليه عقليا فمشي، بس ابنه لما سمع عن وانج من الكلان الثامن رجع يجري وصرخ انه عنده حساب مع الوغد ده وقرر ينضم للكلان وقدم نفسه كريوجي مياساكا. الكلان دلوقتي بقى مكون من 4 اعضاء بدأوا يحصنوا الفندق عشان يكونوا جاهزين على قد ما يقدروا لهجوم الكلان الثامن. الكلان الثامن من ناحية تانية عندهم اكتر من 32 خاتم وعايزين يلموا اكتر عشان الفلوس. عارفين ان البرج فيه اكتر من 20 خاتم وهيهاجموا هناك. وانج ضحك وقال انه بيحب اللعبة دي وانها اتبنت له هو مخصوص. كانامي والباقي بصوا على ريوجي اللي شبه كيودا جدا وقرروا بما ان عندهم 15 خاتم هيقسموهم بعدين، وبدأوا بهيراجي اكتر من النص عشان هو اللي يشيل الحمل الاكبر. رين من ناحية تانية حيرتها قيم الاحجار الكريمة اللي على الخواتم ولاحظت ان الاحجار مش بس هي اللي الناس بتجري وراها وان الاحجار مش مرتبة ترتيب صحيح، وادركت ان دي لازم تكون المفتاح عشان يكسبوا اللعبة، ودي الحتة الناقصة بما انهم لازم يكملوا اللعبة بس لازم كل واحد فيهم يلم 3 خواتم مش معناه انهم هيكسبوا. في نفس الوقت شوكا لسه بتدور على كانامي، كانت بتتحرك في المدينة وبتقتل اي حد يقف في طريقها بس بعدين وقعت في كمين وما قدرتش تهرب منه. وهي بتمر من محطة مترو تحت الارض فجأة بنت صغيرة هجمتها. البنت دي اسمها سوي، قدرت تصد هجمات سلاسل شوكا بحيطة تلج. سوي لفت سلاسل شوكا في التلج وده صدم شوكا عشان ما كانتش عارفة ان في سجل زي ده. سوي قررت تخلص عليها وفي النهاية ملت القاع بمية. قبل ما تغرق شوكا بعتت استغاثة. كانامي وريوجي على طول انطلقوا عشان ينقذوا شوكا. في الطريق ناقشوا
سجلاتهم، وريوجي قال لكانامي ان السجل بتاعه زبالة عشان بس بيقدر يكشف الكذب، ورين كانت بتراقبهم من فوق البرج. رين العبقرية لاحظت كودات QR غريبة فوق الخواتم، وفكرت انهم لازم يقيموا الموقف كويس عشان لسه ما يعرفوش ازاي يكسبوا اللعب. وكانامي وريوجي رايحين يقابلوا سوي في محطة المترو اللي تظاهرت انها بنت بريئة وخايفة. حتى ريوجي قال انها بريئة عشان السجل بتاعه قال انها مش بتكذب. فشافوا ان المترو مليان مية، وسوي حاولت توقفهم بس كانامي على طول نط في المية وغطس يدور على شوكة. وريوجي حاول يسأل سوي تعرف ايه، بس هي جمدت المسدس بتاعه وجري. كانامي كان لسه بيحاول يلاقي شوكة اللي كانت بتغرق، وريوجي واجه سوي، بس شكل سوي عندها شخصيتين عشان ريوجي كانت هتضرب، بس سوي سيطرت على جسم اخوها وحاولت توقفه. هي ما كانتش موافقة على العنف وعايزاه يبطل، بس شخصية اخوها ضربت ريوجي عشان ياخد خواتم شوكة. كانامي غطس وشاف حتة تلج، استخدم المسدس عشان يضرب من خلالها، ونادى على اسم شوكة وشافها فاقدة للوعي تحت المية، فطلعها على السطح وعمل لها انعاش قلبي رئوي بفمه. ولما شوكة العبيطة رجعت لوعيها كانت مبسوطة بأول بوسة بينهم وبسيته تاني. فكانامي قال لها انهم هيرجعوا للقاعدة ويقابلوا الباقي، وقال لها ان عندهم حلفاء جدد كمان، وده خلى شوكة تغير وسألته ازاي ده حصل. ضحكت وفكرت ان فكرة الكلام بتاعتهم بتتحقق، وكمان قالت له ان السبب اللي خلاها تنضم للعبة داروين هي انها عايزة تنتقم من راجل قتل ابوها، ومش هترتاح غير لما الراجل ده يموت. وحتى كانامي قال انه عايز يلاقي اللي عمل اللعبة دي عشان يحط رصاصة في نص دماغه. في نفس الوقت ده الكلان الثامن كانوا بيعذبوا ناس بقنابل، بينما وانج بيقيم الخواتم التانية وفكر ان في حاجة اكتر في مطاردة الكنز. وبدأ الجولة التانية، وانج استدعى تعزيزات وقرر يدمر الفندق عشان ياخد الخواتم. ريوجي كان لسه مشغول مع سوي، ولما شوكا وكانامي وصلوا اخيرا لمحل البقالة شوكا واجهت سوي كمان ولقيتها لطيفة، وبما انها كانت السبب في بوسة كانامي وشوكا فهي عجبتها، وحكت لهم عن سودا شخصية اخوها التوأم، فجندوهم سوا للكلام بتاعهم. وفجأة لاحظوا ان الكلان التاني بدأ هجومه. كانامي اخد اشعار وقال لشوكا ترمي الخاتم بتاعه عشان مش هيحتاجوه تاني. في الفندق بقى رين وهيراجي كمان فكروا ان دي خطوة جريئة وانهم لازم يعملوا اي حاجة عشان يقاتلوا عدد الكلان الثامن. هيراجي قال لرين انه ما يقدرش يتخلى عن الخاتم عشان محتاج الفلوس لبنته، فرين اقنعته ان الاحسن يقاتلوا بدل ما يضحوا بحياتهم عشان الفلوس. وبعد شوية الكلان الثامن اقتحم الفندق. وانج كمان استدعى اعضاء كلانات تانيين مش بيشاركوا في مطاردة الكنز. الكلان قاتل في طريقهم خلال الحواجز النباتية، وبقوة وحشية تقدموا جوه الفندق. واحد من اللعيبة الاقوياء في الكلان الثامن طلع بالمصعد ونظف فخاخ النباتات باستخدام السجل بتاعه عشان يحرقهم. اللعيبة الاقوياء كانت سورا وسيج واجهوا هيراجي، بس الفلورست نجح يمسك نفسه في المعركة ونظف الزبالة في الادوار التحتية، وطلع يقاتل سيج اللي عنده سجل لهب وهو عدوه الطبيعي. رين في نفس الوقت ده حلت لغز الاكواد الرقمية في الخواتم بعد ما اخدت خاتم الماس ورتبت الاحجار حسب صلابتها، وعرفت احداثيات بتودي لمحطة قطارات في شيبويا. رين كانت قايلة لهيراجي قبل كده عن مستخدمي الكلان الثامن اللي عندهم سجلات قوية. كانت سورا اللي بيقدر يلكم من خلال الهواء، وسيجل اللي عنده سجل لهب. وهيراجي قرر يفضل ياخد كل الخواتم. رين وصلت للمحطة وانطلقت تدور على الكنز، بس اكتشفت بسرعة انها مش الاولى. وانج شكله هو كمان فك الكود، والكلان الثامن كان خلاص في المحطة. اتفاجئت ان وانج ذكي كده. في نفس الوقت كام لاعب كانوا عايزين يهاجموا الفندق عشان ياخدوا خاتم الالماس، بس فجأة وقعوا في كمين من نادي الملاكمة. في الفندق هيراجي واجه سيج واستخدم نباتاته كحواجز، بس لاعب سيج كان سخن قوي، وفجأة كيتشي ظهر ورا هيراجي وجرحه، وسيج استغل اللحظة وطعن هيراجي في صدره. هيراجي على طول استخدم نباتاته عشان يفجر قنابل ويهرب، واستخبى وفكر ان رين كانت صح وكان لازم يستخدم الخواتم كطعم. في اللحظة دي سيج وكيتشي وصلوا وهما بيضحكوا عليه. باخر قوته هيراجي خلى قلبه يفضل ينبض بنباتات السجل بتاعه، والنباتات القوية اللي نفذها في المبنى كلها خلت المبنى يتهز وينهار. هيراجي ضحك وقال ان نباتاته تقدر تحرك مباني. المبنى كله انهار وهيراجي مات للأسف، وشاف بنته في حلمه لآخر مرة. في المحطة بقى رين استخبت وسمعت ان وانج كمان ما يعرفش المكان الحقيقي، وعشان معهوش خاتم الألماس حاولت تتسلل، بس واحد من اعضاء الكلان شافها وبدأت المطاردة بينهم، فهربت منهم باستخدام الابلوس بتاعها، وفكرت انها تقدر تهرب بسهولة طالما وانج مش موجود. ففضلت تتفادى الكل،
بس فجأة وانج استخدم السيجل بتاعه عشان يتنقل بطريقة لابلوس بتاعة رين ما قدرتش تتوقعها. وانج نجح يمسك رين بقبضة قاسية على دراعه وحاول ينتزع منها معلومات عن الكنز، لكنها حاولت تستغل الوقت بحكاية طويلة واختلقت قصص غريبة عن التعابين والحشرات والسم، وفعلا الكلان بتاعه وصل أخيرا وخلصها من قبضة وانج باستخدام سلاسل شوكا وقنبلة صوتية. ريوجي وشوكا وسوي قتلوا الكلان الثامن بشجاعة، وكانامي أخد رين المجروحة لمكان آمن. شوكا بقى كانت بتقتل اللعيبة واحد ورا واحد، وسوي استخدمت تلجيع عشان توقف باقي أعضاء الكلان الثامن. وانج حاول يوقفهم بس ريوجي اتدخل، وكانامي ورين استخبوا وحاولوا يكتشفوا الكود النهائي عشان ينهوا اللعبة. بينما ريوجي كان بيلهي وانج خلاه بعيد عشان ما يتنقلش، بس وانج استخدم رجالته عشان يعمل إلهاء وقطع دراع ريوجي بسرعة. في نفس الوقت ده رين كانت بتفكر في نفسها وبتحسب في كل الحلول الممكنة. عملت حسابات لا نهائية وفكرت الكود هيبقى شكله عامل ازاي. الكود كان بيمثل تاريخ نشر كتاب تشارلز داروين أصل الأنواع، ولما كانامي رجع يساعد أصحابه ويقاتلوا الكلان الثامن، وانج كان خلاص قطع دراع ريوجي وكان هيقتله، بس كانامي نجح يوقفه بخدعة. ادعى انه حل اللغز ولقى مفتاح الكنز، فريوجي ما قدرش غير انه يهز دماغه وهو مش مصدق ان كانامي واثق في وانج بالسذاجة دي. كان عنده احساس ان وانج مش هيسيبهم بالسهولة دي. في دماغه ريوجي كان متخيل سيناريو انه لازم يخلص على وانج لما يكون ضعيف وما يقدرش يتنقل، بس لدهشته وانج شكله وقع في الفخ ووافق على خطة كانامي. بس وانج حط شرط، لازم يتخلصوا من ريوجي عشان كان في وسط تنفيذ اعدامه، وبغرابة كانامي وافق وقال انه كان بس بيستخدم ريوجي، وده صدم ريوجي. وانج ضحك كإشارة ثقة، وكانامي رمى المفتاح لوانج وده سمح له يبعد عن ريوجي، بس كانامي خدعهم كلهم بسرعة. دخل مجموعة ارقام في خزائن المحطة، وده انهى مطاردة الكنز فجأة ونقل اللعيبة كلهم، وده اغضب وانج اللي فاتوا الكنز. المتفرجين كانوا مصدومين رغم ان الست اللي لابسه قناع كانت مراهنه على كانامي من الاول. كانامي لوحده في المحطه فتح الخزنه ولقى جواه موبايل رن، وماستر اللعبه هناه على فوزه. مع النقاط الكتير اللي كسبها كانامي اتبعت له جايزه خاصه، اختيار امتيازي في اللعبه. ماستر اللعبه شرح له انه يقدر يختار اي حاجه زي الامتيازات اللي اتبعتت للعيبه التانيين، زي انه يبدا حلقه قمار او حلبة قتال MMA بالنقاط. بس كانامي رفض اي مكافآت وقال انه عايز يخرج من اللعبة. فماستر اللعبة قال له ان الطريقة الوحيدة ان هو ينهي بيها لعبة داروين هي اما انه يكمل اللعبة او يخلص على سيد اللعبة نفسه. كانامي اختار يسأل عن امتيازه وطلب من سيد اللعبة يكشف له اسرار السيجل بتاعه. وهنا بنوصل لنهاية الجزء الثاني من حكاية داروينز جيم. اعمل لايك واشترك في القناة واستنى معايا الجزء الثالث.